صبايا، كيفكن؟ اخباركم؟ ان شاء الله مناح. اليوم رح نعمل مع بعضنا رز بالدجاج، يلي هو مكوناته عنا فروجة مسلوقة طبعا مع البهارات، كلياتنا بنعرف كيف بنسلقها، والبهارات اللي بنحب بنحطها وبنفقشها من العظام. عنا فطر بلزمنا، وراح يلزمنا رز طويل، رز الكبسة. كمان بدنا زبيب يلي بيقولوا له هون بتركيا كش أزومو، يعني يلي ما فيه عجو، وسمنة حيوانية أو بلدية أو نباتية المتوفر عندك، ما في مشكلة. بدنا لحمة قيمة، وبلزمنا مكسرات المتوفر عندك انت في البيت، بنحمصن اكيد هدول لوش الرز الدجاج. بس البهارات يلي بدنا نستعملهم هن اللي اهم شي في الرز الدجاج هو جوزة الطيب مع 7 بهارات مع بهار ابيض وملح. يلا خلونا مع بعضنا نقلي هلا اول شي اللحمة. هلا رح نحط السمنة اول شي. هلا بنزل اللحمة نقليها على نار هادية مع البهارات هلا رح ننزل نصهم، ورح انزل النص الثاني مع الدجاج والفطر. خلونا نحط هلا شوي من الملح. هلا رح نحط ال7 بهارات. انا طبعا مع مرقة الفروج كمان حاطة بهارات، لانه هذا الرز الدجاج كتير ضروري انه تكون ظاهرة البهارات فيه. يلا قربت هلا اللحمة استوت تقريبا. هلا رح ننزل فوق الفطر. هلا رح ننزل الفطر فوق اللحمة ونخليه يستوي معه. البهار الابيض وجوزة الطيب نصهم، لانه راح انزلهم مع الدجاج كمان. هلا دائما بحط نصف الكمية اثناء الطبخ، والنص الثاني قبل ما تقريبا يخلص، مشان تبقى زكاة البهارات موجودة. هلا راح نشوف الفطر مع اللحمة صار استوى. بدنا ننزل فوقه الفروج المسلوق المقطع، يعني نتركهم قطع كبار ما كتير صغار، لانه رح نستعمل منهم على وش الصحن. يا سلام، يعني ريحة بتاخد العالم. هلا بنخلي رح انزل باقي البهارات يلي هي بهار الابيض، هو طعمته بالبهار الابيض وجوزة الطيب، يعني ما تخافوا اذا كترت الكمية لانه راح يكون ابيض. انه هلا بده يجي الرز ومرقة الدجاج راح تخف. هاي الملح الباقي، ومندوق اكيد وقت نحط المرقة راح ندوق، اذا ناقصه شي بنعدله. قبل ما يستوي منظره بياخد العقل وريحته بتشق الراس. هلا بنخلي الدجاج مع الفطر مع اللحمة كمان يمتصوا البهارات منيح ويستوي اكتر الفطر. بعدين بنشوف كيف راح نحط الرز مع الفطر والدجاج. هلا راح اغطيها لمدة 10 دقايق، بعدين بنعمل الرز. هلا صبايا، بعد ما حطينا الفطر مع اللحمة مع الدجاج راح نقسم الكمية. راح ناخد نصها للوش ونصها جوا تنطبخها مع الرز. هيك حاج. هلا صار النص. هلا رح نستعمل مرقة الدجاج اللي سلقنا فيه الفروجة للرز. هلا كل كاسة رز بنحط له كاسة ونص مرقة دجاج. شايفين قديش بحط بهارات انا حاطة في المرقة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، هلا بعد ما حطينا مرقة الدجاج بندوق. هلا انا شفت شوي بدها ملح، راح احط لها ملح.
كل واحد حسب التذوق اللي عنده. يعني ريحته بتشق الراس. هلا انا بقى اجا بدي اطبخ الرز. اكيد بقى قلت لكم بعد ما بنقسم كميه الفطر والدجاج واللحمه لحال، اخذت نصها مشان وشها ونصها جواتها بدي اطبخ مع الرز مع مرقه الدجاج. هلا رح انزل الكش اوزومو. اكيد بس لازم يكون منقع، عرفتوا؟ ما يكون فيه حجر او يكون فيه شيء، يعني الزبيب. هلا هيك نزلنا الزبيب وراح انزل الرز بعد ما اكون غسلته وصفيته. هلا انا شايفه لونه انه بده بهار نقطه صغيره مع جوزة الطيب. بهار ابيض ما بقى احط لانه بيعطي شويه حداده، بيكون حر شوي مشان الاولاد. هلا رح انزل جوزة الطيب شوي مشان يعطي لون الرز بني، ورح نستنى يستوي الرز. يعني تقريبا بياخد بين 10 دقايق و15 دقيقة. طايا نشفف الرز، نشفت المرقة واستوى الرز. يا سلام، يعني ريحته بتاخد العالم. يلا خلونا مع بعضنا نحطه بصحن التقديم. هلا صار الرز بجاج جاهز. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم. واذا عجبتكم الوصفة ما تنسونا بالضغط على زر الاشتراك.